ده أول فيديو من كتاب فاتتني صلاة، وهنفضل مستمرين مع بعض إن شاء الله في سلسلة فنجان قهوة بكتاب. عشان تحافظ على الصلاة لازم تتخلص من الأعذار اللي بتبرر لك أنت ليه مش بتصلي. فمن ضمن الأعذار مثلا اللي هو ممكن أنت تقول لنفسك أنا عندي شغل الساعة 7 فمش هقدر أصحى الساعة 5 عشان أصلي الفجر، أو إن عندي جامعة فمش هقدر أصحى أصلي الفجر، أو مثلا وأنا بصلي مش بلاقي خشوع في الصلاة فبحس إن أنا بعمل شوية حركات وخلاص فما بصليش، وبتسيب مدخل ومجال للشيطان إنه يخش ويتحكم في عقلك. وكتير بقى من الأعذار دي الواحد بيقولها، فبدل من إنك بتخلق أعذار تبرر أنت ليه مش بتصلي، حاول إنك تخلق عوامل تعينك إنك تعرف تصلي. وعاوزين نفكر مع بعض كده في حاجة، هي الناس اللي عندها 50 و60 و70 سنة دول وتلاقيهم صلاة الفجر أو أي صلاة تانية، دول عندهم قدرات تانية ولا حاجة؟ لأ خالص، بل هم تقريبا في صحة أقل منه ومنك وأقل من أي حد خالص، ومع ذلك بتلاقيهم أول ناس في الصلاة. وساعة صلاة الفجر بيناموا عدد ساعات أقل منه ومنك بكتير، ومع ذلك بتلاقي صحتهم ما شاء الله كويسة. فبداية طريق الصلاة لازم إنك تتخلص من الأعذار دي، وتقول لنفسك كده إنك تقدر تصلي في أي مكان وفي أي وقت تحت أي ظروف تحصل. وبكده نكون انتهينا من أول فيديو من كتاب فاتتني صلاة، ومستمرين مع بعض ان شاء الله في سلسله فنجان قهوه بكتاب. ما تنساش بقى تشارك الفيديو وتابعني عشان تشوف كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. كان معاكم اخوكم حسن رضا، احبكم في الله. السلام عليكم.